لأول مرة في تاريخها منذ إطلاقها قبل 16 عاماً، اخترقت عملة البيتكوين حاجز 100,000 دولار، وهو حدث كان وراءه 3 أشخاص. الأول دونالد ترامب، الذي بسبب فوزه برئاسة البيت الأبيض ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية بأكثر من 46%. في ولايته الأولى كان ترامب قد وصف العملات الرقمية بأنها نصب واحتيال، لكن الوضع تغير الآن حين تعهد بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية. الشخص الثاني وراء ارتفاع قيمة البيتكوين هو بول أتكنز، الذي اختاره ترامب لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة. ويعتبر بول أتكنز من أكثر المدافعين عن العملات المشفرة، ومن المتوقع أن يقوم بتنظيم العملات المشفرة بلمسة أخف من سابقه غاري جينسلر، العامل في إدارة بايدن. يتبقى شخص آخر ساهم في ارتفاع قيمة البيتكوين، إنه الدب الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد في الجلسة العامة من منتدى الاستثمار روسيا تنادي أن العملات الرقمية مثل البيتكوين لا يمكن حظرها وستواصل نموها وشعبيتها. وأشار بوتين إلى أن التقنيات الجديدة ستستمر في التطور لأنها تساعد على خفض التكاليف وتعزيز الموثوقية. لم يكتفي بوتين بتصريحاته تلك، لكنه في الوقت ذاته وقع على قانون يعترف بالأصول الرقمية كممتلكات قانونية في التجارة الخارجية، مع إعفاء تعدين وبيع العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة.